بشار الاسد ما كان محضر حاله لهيك شيء. وينك من 14 سنه وين كانت الكاسه تماما من الحرام. بشار الاسد اخذ احلى جمله بالعالم، حكومه تحركي حالك بقى. جوزها دخل عليها هي عم تصلح الانابيب، هو هذا الشيء اللي بده يشوفه. مرحبا، اليوم معنا ملكة مارديني. ملكة مارديني هو كوميديان بيعمل شو ستاند اب كوميدي، موجود معنا اليوم. كيفك ملكة؟ اهلا وسهلا والشود. شو اخبارك؟ الحمد لله. هلا ملكة ولا ملكي؟ ملكة يعني تاء مربوطة ولا لا الف مقصوره. لا ياء ولا تاء مربوطة يعني كلنا مسجلين غلط يعني. طب شو ملكة؟ شو يعني ملكة؟ صباح الخير. صباح النور. مدري مساء الخير، ما بعرف قد ايه صارت الساعه. هلا قطعنا الخمسة. اوكي معناتها مساء الخير. اسمي سرياني معناها الملك، فهو شوي لسه مع العربي ما كتير بيلقط سوا يعني ملكة الملك، ملكة الملك. لا تقولها بهي الطريقة بس لا تقولها بهي الطريقة. لا مو على هي الطريقة، بس هي ملكة، يعني ملكة معناها الملك بالسرياني. طيب ومارديني يعني القلعة كمان بالسرياني. يزعلني بالاسم. انا لعبانة، انا نزلت عن نفوس سجلت. ابوك لعبانة صح، انه والله ملك القلعة يعني. زارني ألف. في جريدة فرنسية كتبت عنكم شغلة، حطت في سوريا الضحك يحرر. للأسف. نحن كنا مترجمينها غلط، يعني نحن الفرنسي تبعنا كتير قوي، عرفت؟ فكتير وقت قريناها الضحك يحرر، فهي طلعت ما بعرف الترجمة تبعيتها طلعت الضحك تحرر. انه هلا صار فيك تحكي كوميديا يعني. هي المعنى. يعني انت على الحالتين بدك تتعبى بالاخير من وراء هذا يعني في الفراشات الأموية، عرفت؟ بيصوروا لا يعني يحرر وقرر وهيك، عرفت؟ في هذا اللبش يعني. وحطوكم هلا الكوميديا تحرر. واحلى شغله انت هلا اي شيء بدك يعمله، البودكاست يحرر، المي تحرر، عرفت؟ الشباب من ورا يحرر، اي شيء يحرر، عرفت؟ فهي بترجع لإلك انت شو بدك تحرر يعني. بس كتير حلو على فكره انه يعني في شيء يعني مكتوب من برا عم يكتبوا، بيعرفوا انه صار في عنا نحن نيويورك تايمز حطينا على الصفحه الاولى تبع، بعت لك اللينك تشوفه. اي والله انا هي نفس شفت الوش اللي انت عملته هلا، انا نفسه وقتها كنت نيويورك تايمز يعني. شو كاتبين؟ ما قريت. ما قريت. لا يعني سوبر لغاتنا تمام ممتازه. لا انا بعرف اقرا يعني، بس نكون قاطعين ماني امي يعني. بس وقت بعثوا لنا اياها مصوره، يعني مو اللينك او المقال او كذا، لا على الجريده كذا حدا مصور. حدا مصور الجريده وبعتينا الصوره تبعها. فما كتير دقيق انا بالكلام مكتوب. هلا انت بتقدم شيء اسمه كراود وورك. بعمل كراود وورك. بتعمل كراود وورك. شو الكراود وورك؟ انا بحب استخدم الكراود وورك الارتجالي كامل، يعني انا ما بحط اي شيء مسبق عن شو ممكن يصير، خلص اي شيء ممكن يصير وبحكي مع العالم، ومن خلال الحديث تبعهم بنصير بنركب جوكس وكذا وهيك. ما بدها سرعه بديهة تكون مرعبه لحتى تقدر تعمل هيك قصه. هلا بدها كتير شغلات يعني، بس يعني ما بتفكر على السجن، ما بتفكر. يعني اذا طلع لك واحد مثلا قال لك انا بشتغل بالصحيه، يعني بدك تقول له يعني عرفت شغلك عرفت يعني بدك تقول له اياها يعني. بس يعني ما فيك ما تقول له يعني بدك تواجه عالم بتشتغل. هلا شوف، في شغله كتير مهمه نحن بالشوز اللي بنعملهم. اول ما يبلش الشو او بالاحرى قبل ما يبلش الشو بشوي بيكون في عنا رولز، قواعد. يعطيكم العافيه، مرحبا نحن حيبلش الشو هلا. في حدا بيحس بالاهانه دغري، يعني في حدا بينزعج دغري اذا حس شيء، ففورا نحن بنقول له نحن بناخذ راحتنا معكم بالحديث مثل ما بنحكي مع اصحابنا. فاذا حدا بيتضايق فبليز ليكو الباب موجود، فيك تاخذ التيكت تبعيتك وتمشي. يعني نحن ما بنجبر خلاص العالم انه غصب عنك، لا خلص، وهو اوريدي محضر يعني خلص نفسيا لهذا الشيء. يعني انت بتقول له انت جاي هلا حاليا بدك تحضر الشو تبعي، انا بدي امسح الارض فيك ومعلش. هلا مو بهي الطريقه يعني مو بهي الطريقه اكيد. لا على فكره، بس احنا العالم كتير مثلا بتقولنا انه انتم عم تتنمروا وانتم لا احنا ما عم نتنمر، يعني احنا عن جد بنكون عم نحكي بس معهم، يعني مثل ما اي اثنين بيحكوا رفقات مع بعضهم يعني. فانه بس بهي البساطه. بعدين الجمهور اللي جاي يحضر ستاند اب، عرفت؟ يعني خلص هو جاي نفسيا وجسديا وفكريا وكل شيء، انه هو جاي يحضر ستاند اب، ما جاي مثلا يتعشى ويمكن يطلع له ستاند اب بين ما في هذا الشيء. خلص انت جاي تقعد، هو جاي يحضركم لإلكم 100% جاي تقعد وتحضر وتتسلى وهيك. فنحن بناخذ ونعطي معك، ما في انت ما بتحضر مسرح. فكره الستاند اب انه انت بيكسر فكره الحاجه، انت ما عم تحكي للعالم،
انت عم تحكي مع العالم. هي الفرق بيناتهم. تمام. انت ما بتوقف بس على الستيج وبتلقي، يعني عرفت؟ ما في هذا الشيء. لا بده يكون في انت عم تفاعل تطلع على بينك العالم، أي. تفاعل 100%. بدك تكون باللحظه حاضر يعني على الستيج ومجهز لاي شيء، يعني اي شيء ممكن يصير بالشو. يعني انا حضرت مرتين. امم اذا في نصيحه فيني اقولها لحدا، انا حضرت مرتين وبظن انك انت كونه في صداقه بيني وبينك فانت كنت حبيبي. الداعم الرسمي لهذا الموضوع. مم. النصيحه هي ما حدا يحجز قدام. إيه. يعني بده يحجز ورا، لانه على اللي حاجز فكره قدام كثير رح ينبسط. على فكره في ناس بتطلب انه هي تحجز قدام. يكونوا قدام. ايه هن بيطلبوا انه انا ما بدي طاولتي تكون بالنص او اخر شيء، انا بدي اقعد قدام. حد بيكون متنمر اكثر منك. على فكره هن في مره شو من الشويات كثير حسيت حالي رخيص. عرفت يعني في رخص كان بصير كل شوي يجي لعندي حدا يقول لي ليك بالله جايب معي حدا اقفل عليه وهيك كذا. اول واحد مره قلت اوكي، يعني فيها وجهه نظر ممكن انه بدي اعمل له شيء سبيشل. الزلمه كثير في مغتربين عم بيجوا، فانه بركي بده يعملوا اياها هيك سبيشل. روى اجى لعندي واحد تاني قال لي هيك بالله في معي مرتي كمان ومعنا اصحابنا فاحكي معنا. عم بحس حالي عرفت انه بالكباريه، عرفت انه هي 500 حييلي هي الطاوله، عرفت هي 1000 حييلي ابو فلان. فبعد 15 دقائق صار جاي عندي اكثر من حدا. قلت له ماشي اوكي خلص، قلت ايه للكل، طلعت على الستيج ما حكيت مع ولا حدا قال لي انه تعال احكي معي. بهي البساطه بنص الشو بلشت الامور تتطور. قام في واحد صار يعمل هيكلينج. الهيكلينج انه انت تكون عم تعمل الماتيريال تبعك او الشغل تبعك كذا، ويطلع واحد يصير كل شوي يقاطعك، كل شوي قاطعك كل شوي. قام تركته قاطع اول مره، رديت عليه ثاني مره ثالث مره، بعدين قلت له بس ما عاد رحمته ابدا. قلت له انت جاي لعندي وفلتت على الستيج، يعني خلص فلتت يعني. بس منيح قطعت على رواق يعني ما حدا صار له شيء. ما يعني ما انحمق عليك مثلا انه والله انت عم تتنمر، انت صار اكثر من اللازم. لا ما في تنمر. شو هو التنمر منا؟ التنمر انك انت تقفل على حدا او تهين، بالاحرى هي كلمه، انك تهين حدا بشغله هو ما له علاقه فيها. ما صارت معكم مشاكل احيانا بسبب الكوميديا اللي عم تقدموها؟ خناقه ما صار، يعني ما صار انه والله انت اللي هيك ما صار. معناتها الجمهور قادر يتقبل الجمهور السوري كتير سبورتيف يا زلمه، كتير داعم والله، ما عم بمزح. يعني غير السوشيال ميديا اللي عم بيجي يحضر عم بيقدر انه في شخص واقف على الستيج عم بيحاول يغير له نهاره، عم بيحاول يضحكه. يعني عرفت انت عم تحكي ساعتين الشو تقريبا ساعه ونص من نهار 24 ساعه. فاعطيه فرصه لهذا الشخص يضحكك، اعطيه فرصه يسليك. نحن من بعد عن السوشيال ميديا، يعني اذا بتشوف نحن المقاطع اللي بننزلها او الشغلات اللي بننزلها 20 ثانيه 30 ثانيه دقيقه، هي يعني نحن بس عم نروج انه نحن موجودين. ليه ما بتسجلوا صحيح؟ يعني بدها وقت. ليش ما بيكون عندكم انتم شيء مسجل وبتعرضوه على السوشيال ميديا؟ لانه تجربه الظهور على الشاشه تختلف كليا عن تجربه اللايف اكسبيرينس كليا. ممكن يعني تكون ما بتضحك. ايه ممكن انت في شغله نظره مثلا بقلب الشو تعملها خلص في 5 ضحكوا عليها 6 10 ما بعرف، ممكن ما حدا ضحك عليه، بس مثلا بتيجي للشاشه ما في نفس الفايب. تمام. عرفت؟ لانه بتفوت على الشو في ميوزك وفي القعده وفي الضوء وفي شكل الستيج والمسرح و الى اخره. بيكون هو مهيئ حاله، خلص يعني. انت فت بحاله نفسيه انه انا فتت على هذا العالم، عرفت؟ فانت خلص جاي تحضر كوميدي. اما على التلفزيون ما فيك، يعني ما انت رايح لعندهم مو هن جايين لعندهم. فهون الفرق صعبه بتصير، فبده وقت. يعني اذا بتشوف تبعوت برا اللي بيصوروا بتشوف في ستيج، اضاءه، تصوير، الكاميرات، الحجم، الجمهور، شكل الغرف. انت تعرف انه نحن صرنا تقريبا صرنا 3 سنين بدومين الستاند اب كوميدي، فاتلين يمكن 90% من دمشق. ما في ولا مكان باقدم عاصمه مأهوله بالعالم ما في ولا مكان مبني حوالين اللايف اكسبيرينس ستيج. ما في. انت عم تحكي بس دمشق؟ وحتى هلا طلعنا على حلب والمحافظات وحمص والعادية وكذا، ما في. نحن اضطرينا نصنع ستيجنا. في شاب اسمه عمر معنا، عمر جياب تعرفت عليه. عمر هو الفني تبعنا، فهو عم يجيب خشب وحديد ويركب الستيج وصل لمرحله انه انت صار بتفك الستيج وبتطبقه ب10 دقائق. ما عنا ابدا هون شيء. يعني انت والله بدك توقف. اذا في حدا عم بيسمعنا بيعرف مكان يبعت دغري حاكينا اكيد. اذا في مين عم يسمع
حطوا لنا اياها. عم نشحد مكان ضحك. معلم ما في. لا انت عم تقول لي انه رحتوا على محافظات، امتى هذا الحكي؟ قبل سقوط النظام. رحنا نحن طلعنا أكثر من مرة على حلب أول ما بلشنا، فعم نشوف كيف فينا نعمل، لأنه أنت ما فيك تضل بدمشق يعني عرفت أنت يعني السين الستاند اب كوميدي هو بقلب الشام، ما فيك تخليه للشام، بدك تطلع فيه لكل سوريا وخاصة السوري، عرفت؟ فنحن جربنا نطلع على حلب مرة 2 3 فبلشنا نشوف الجو ما في، يعني في أماكن بس هي ما مخصصة للستاند اب، هي مخصصة لمطعم مطرب كذا، فما بي كتير ما بيشتغل معنا شكل المكان، لانه الستاند اب مثلا انت المفروض تكون غرفه مربعه او مستطيل بده يكون إلى شكل، ما بصير تكون مثلا اوت دور. بس نحن شهر 5 المفروض نطلع محافظات، فقبل سقوط النظام نحن وطالعين الشباب كانوا عم بيدخلوا، عرفت يعني نحن وياهم نفس التوقيت الصبح. طيب ارجعوا معهم. كنت بتذكر كنا انا ورامي وعمر بالاوتيل، خلص سهرانين قوموا ننزل، خلص شو بدنا نضل نعمل، قوموا ننزل يلا نزلنا الصبح، فملاقي فارس شهابي منزل لن يمروا لن يمروا هيك. فارس شهابي فيك ما بعرف فيك تشوشها اذا بدك، بس يعني بيستاهلها. خلص خلص رواد عندك الموضوع، بتحب تقص قليل ادب شو بدك تحكي معه يعني. ف فنحن يعني نحن عم نطلع هنا نفوتوا، بعدين نزلنا على اللاذقية طرطوس وعشان، بس عصينا بطرطوس كم ساعة. كملتوا الشويات؟ ايه خلاص في ميشن نحن بدنا. عم تمزق كم واحد كنتوا؟ كنا 8 9 يعني انتوا نزلتوا، يعني كان القصة مو واضحة، ما كان واضح شو صاير. لا كان في الاشتباك، يعني احنا وبالبولمان نازلين الصبح عم نقلب على الفيسبوك فعم نشوف البوستات، بلش جميل حسن ينزل، بلش فاز شابي ينزل شادي حلوة، عرفت بلش يصير في قلق يعني، كان في خربطة ما معروف بس شو صاير. يعني نحن طلعنا كان بلش الطريق هذا الام 5 والام 4 يصير عليهم قصص. بس وصلنا على اللاذقية، باللاذقية عملنا الشوين. كان في ناس إلها نفس تحضر شو ما كان لسه حدا عرفان شو عم بيصير، انه يلا اشتباك اخر، عرفت؟ هيك انه خلص عرفت هي السيره. بطرطوس بلشت الدومينو توقع. تمام. بطرطوس عصينا، بطرطوس نزلنا بتاريخ 31 الشهر، يمكن كان 30 الشهر هيك شيء، بس اخر كان يوم بالشهر نزلنا من طرطوس. اجا يعني ما عم نلاقي مواصلات، دقينا لفان طلع من حمص اخذنا ورجع نزل فينا على الشام. تمام. كان الامن العسكري معبي طرطوس، معبي تعباي، عرفت يعني نحن غراضنا بالشارع وعملنا تشيك اوت اوتيل وبس هيك قاعدين، رحنا انا وعمر على الكراج، ما في حدا، ما في حدا بالشارع، ما في حدا هيك. في دوريتين امن عسكري، دوريه واقفه بالشارع عم اي سيرفيس بمر عم بيوقفوه يفوتوه على الكراج لجوا، ينزلوا العساكر، عم بيحملوا بس عساكر ويرجعوا ينزلوهم، فما في مدنيه، يعني كل 5-6 باصات بينزلوهم للعساكر بينزلوا باص للمدنيه، ففي جوا كمان دوريه امن عسكري مشان تنظم الدور تبع المدنيه. نحن شفنا هيك المنظر قلنا بده يصير حمام دم، ما في يعني ما في، خلص الشباب الجعب والهي شو بدك تحكي. فنحن على الطريق طبعا الشوفير رجله حتطلع من السياره من قدام، بس داعس هيك، عرفت ما له عامل شيء، حتى ما له كامش الدركسيون، بس داعس. ما في يمكن 1.5 ساعة من طرطوس للشام هيك شيء. وصلنا بلشت هون طق 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 طق، يومين كذا حما، يومين حمص، يومين يعطيك العافية. سوريا حرة. علم شباب ما شربوا سيجارة على الطريق، نحن وياهم ما عملوا معلم، ما فكروا مرتين، هن ما فكروا مرتين بالموضوع، عرفت خالصة. ايه بس كان كتير في شغلات، يعني ما بعرف شو لازم تحس ضمن هذه الاجواء، يعني انت عم تخيل عم تعمل ستاند اب كوميدي بمحافظه، بعد يومين صار في اشتباك فيها وحرب وصواريخ وقلص، شو عم تحكي؟ بعدين عم تنزل، فانت شيزوفرينيا، ونحن المهنه هيك تبعنا باي بولر يعني، ما عم تفهم شو عم بيصير. بس انت كيف قادر تحضر حالك لهيك؟ ما حدا بيحضر حاله لهيك، ما حدا يعني بشار اصلا ما كان محضر حاله لهيك شيء. ما احلى يحضر حاله. انا القصد فيك تخليها هي لا تتوتها، خليه يسمع الطن. انا القصد انه انت كيف فيك تحضر حالك
يعني انتوا عم تقلي كنت بحلب، بعدين انتقلتوا صرتوا باللاذقيه، قامت القيامه بحلب وانتوا رايحين تعملوا شو باللاذقيه. طب انت نفسيا كيف كنت مجهز نحن حالك؟ مو هون، نحن طول الوقت على الاخبار، بس خلص انت في موقع عقود وموقع قصه يعني عرفت في قصص قانونيه يعني ما فيك تملص منها. في قصص كمان، في قصص اخلاقيه انه انت في عندك اكثر من 300 400 شخص بدك تعمل لهم شو، انت ملزم بهذا الشيء. يعني بتعمل لهم شو وبتسلم هلا اللوحات ليك يعني لا هلا شوف المنطقة. في شغله كمان اضافيه، انه اللي بيصير عليك حيصير عليهم، وبنفس الشيء بالعكس. ايه بس كمان عقل وتوكل يعني نحن بوقتها برجع بقول لك، نحن بوقتها خلص انه مجرد اشتباك اخر. عرفت يعني بتصير يعني 14 سنه حرب معلم تعودنا، فانه خلص اشتباك اخر 48 ساعه بيفكوا السيره ونمشي. هي هيك كانت يعني، خلص هذا اللي براسنا كان. فبس نحن طول الوقت على الاخبار. مرحله سقوط النظام معلم مرحله غيرت كل شيء، غيرت كل شيء. وللصدفه حسيتك قلت لي كل شيء، كل شيء كل شيء جايه من حمص كل شيء. والله بحمص اكلنا شو كبه. يا ريت فيني اقول المصطلح اللي فيني اقوله يعني في كاميرات وهيك، بس شو كبه. قوله منطوي تقول، لا قوله المطول. لا ما راح خلص بدك تقوله ما خلص. بس كتير كتير قوايا المطبخ الحمصي نعلم الاكل بسوريا معجزه. اكلتوا كباب بالكراز؟ ايه كل شيء كل شيء، وطحينه وهي اللحم الحلبيه كتير شاطرين بالاكل. على فكره انا اول مره قال لي انه اخي عازمينكم على الاكل، رحت لهنيك فعم يقول لي الزلمه انه عاملكم كباب بالكراز. انا صفنت هيك كباب وكراز يعني الاسمين مو راكبين على بعضهم، يعني في شيء غلط بحلب بيركبوا لك ياهو، ما عندك مشاكل معلم. قمت انا قعدت اول نص ساعه على الطاوله انا ما عم باكل، عرفت عم نقرش من الغراض اللي حواليهم يعني. هو حس علي يعني قال لي طب جرب. جربت. قاموا تغدوا، قاموا خلصوا الغداء، قاموا عملوا شاي، شربوا شاي، بلشت الاستراحة وكذا، وأنا بالمطبخ بس عم باكل كباب بالكراسة ما عم بعمل شيء. الخبز سبقيني لاحقك. لا عن جد عن جد كتير كل عنا بسوريا شغلة عظيمة كتير، وحياة الله كتير عظيمة كتير. يعني إذا بتلاحظ كل 10 كيلو متر مربع عندهم أكلة معينة. يعني هلا عن جد ما تطلع من هون انت عن نبك معلم. الباذنجان نحن مستهلكينه، خلص الباذنجان ما عاد ينعمل اكثر من هيك، مستحيل. مثلا نحن عنا خضره وفواكه وهيك حارقينهم حرق يعني، مستعملينهم بجميع الاكلات، كل شيء. بالتنظيف يستخدموه اذا بدك، اكل شرب زينه، يلي بدك اياه يلي بدك اياه. والله كتير كتير طيبين الاكلات. لا دقيقه اكلنا سمك العاده يعني كثير كان ظريف يعني كثير كان ظريف. عم بتذكر شو اكلين شغلات يعني. طب ملكي انت بس بدك تجهز، تكون عم تجهز في بتجهز لحالك هيك، تقعد لحالك قبل الهيب بتحاول تشوف شو بدك تعمل افكار، ولا لا خلص تطلع اجباري؟ يعني انت لتطلع مثلا تحضر نكته بشو بدها تكون مارقه على 5-6 اوبن مايكات، عرفت؟ ما كان تجريب لتقول انه هي النكته والله شغاله، عرفت؟ فالتحضير ايه بيكون على فتره طويله. يعني احنا لنقدر نكتب 45 دقيقه للساعه بدك بين السنه والسنه ونص لتكتب 45 دقيقه مثل النار، انت عم تضحك فيها 4 مرات بالدقيقه. هذا اسمه ال LPM مثلا. في عندك PAR، في عندك بيدخل رياضيات كتير فيها لهي المصلحه يعني. الرياضيات بالكوميديا شو عم تحكي؟ اي والله في توقيت. يعني انت مثلا كل قديش عم بتضحك، قديش طوله قبل ما بين بين الضحكه والضحكه، وقديش بين اللي هي رح احاول اعتبر ما قلت شيء انت. يا قليل الادب. قلت واو. طيب اذا اجاكم اطراء مثل هاد ما فكرتوا مثلا تحكوا معهم انتم انه انتم كوميديانز؟ في كتير كوميديانز مثلا بيدخلوا بالتمثيل. طبعا. ما فكرتوا تدخلوا بالتمثيل؟ بكير لسه، بس يعني وارد. في عنا شباب مثلا موهوبين كتير موهوبين، ممكن يطلعوا بعد فترة تمثيل معين، ممكن ياخذوا ورشات معينة، ممكن هن يشتغلوا على حالهم بطريقة أو بأخرى. ايه بس في يعني في قابلية والله. يعني احنا هلا حاليا عم نحاول نكتب أكتر، يعني نحاول نكتب سيت كومز، عم نكتب مسلسلات، عم نحاول نفوت كمان بأكتر من خط يعني. فإن شاء الله إن شاء الله
رمضان الجاي ممكن يكون في مسلسل فيه ستاند اب، او ممكن يكون عم بيحكي عن الستاند اب، او ممكن يكون فيه مكتوب بطريقه الستاند اب. طب كفانز فانز تبع ملكة. عم تحكيني بصيغه الضمير الثالث، عرفت ان الضمير انا موجود قاعد معك. الضمير الرابع. لانه بدي اياك تجاوبني عنهم لإلهم، مو عنك لإلك، بمنظورهم بمنظورهم لإلهم يعني. انت بتشوف انه في عندك اشخاص تبع انه ملكة يعني وهذا كثير بحبه، انا بدي احضر له كل مره. ايه، وفي ناس بالعكس تماما، مين هذا روح احضر. هلا هذا ما يعني بتصير كثير يعني انه ما بطيقه. اوكي جريت، اذا انت عم بتبلش تختار شو بتحب وشو ما بتحب، ممتاز، ما لك مضطر تحبني طول الوقت، ما حدا بحب حدا طول الوقت، عرفت؟ فعادي كتير يعني. اذا انت حضرت، اذا انت مثلا الترويج اللي عم تشوفه على السوشيال ميديا ما حبيته وما اجيت، which is okay good، عرفت؟ اذا انت حبيته تعال عم تحضر، رجعت تحضر مرة ثانية. عم تحسهم عم يزيدوا شلون يعني؟ اعداد الاشخاص ايه يلي عم يتابعوا الستاند اب بشكل عام. مره فت على القهوه كان في حدا عم بيحضر ستاند اب، يعني هو موجود عم يحضر على الموبايل، بيحضر على الموبايل. ايه، فهذا الثقافه موجوده. ليك الشباب ورا البؤس عليكم على الستاند اب، عليك على شفت هلا لضحك. هلا لضحك. هو ناطرك لحتى والله بؤس نحن يا شباب، انتوا ما تتخيلوا وحياة الله. هو ناطرك لحتى تسبسب يعني، هو بيعرفك. واو ليك حزير شو واو مثل من المعروف. ايه بهرها للسيره انت عرفت. هو من المعروف عن ملكة عنك لك شو عم تقول لي طرف ثالث هلا تعمل لي بس بتعرف شو ذكرني؟ تبعت المنصات شاهد انه جوزها دخل عليها هي عم تصلح الانابيب، هو هذا الشيء اللي بده يشوفه، بايع الحليب اخي. هي فاجأتك فيه. انا مو شايفك هذاك يعني، لانه هو بالنسبه له اخي، او بالنسبه مو له، بالنسبه لكل العالم، وقت اللي بدك تشوف ملكة بدك تسمع مسبات. هلا شوف، مثلا انت رفيقي بقدر احكي معك، طبعا انا يمكن الوحيد اللي ما حكيت معي بالشو تبعه. على فكره في شغله انه العالم اللي بعرفهم لما يجوا يحضروا ما بحكي معهم، تتلبك. مع بتلبك، ما بعرف شو بدي احكي معهم، بيعرفوا كل شيء، بعرف كل شيء عنهم، انا بحب اتفاجئ، عرفت؟ فعم نعمل شو اسمه جروب ثيرابي، هو بيورلي كراود وورك، تمام؟ مبني على الارتجال 100%، ما في شيء محضر، ما في شيء معمول له ولا اي شيء، بس بطلع على الستيج وبصير بقول له اخي شو مشكلتك انت، وبتاع نحكيها. فبتتقاطع مع حدا من هون، مع حدا من هون، مع حدا من هون، ببلش الجمهور بينبسط فيها. واحضار المشاكل، احضار شوفي شغلات مثلا ما بعرف اذا فيني اقولهم، بس مره في واحد انه بيتضايق من صوت المبرد تبع مرته بالبيت، مرته قاعده. هذا انا اوكي، مو انت اللي حكيت، ما كان في حدا. مو انا بس عرفت كيف؟ ففي حدا بيرتبط معه بالسيره وكذا، ومصير بنحكي معه كيف تعملوا هيك، شلون تعملوا هيك، وين تروح كذا، عرفت؟ في حديث تفتحه مينيموم. انت عم تحكي، انا هون صار يجعني يعني. عرفت؟ فهذا الشو دغري بيروح سولد اوت الحمد لله. هداك شايفه بده يطرقني عين من اول قاعده عامل هيك، انت مو طالع، ما اذا طارع عينه اللي هو عم بيحاول ينام، عرفت؟ بس انه بشكل عام كتير مسلي هذا الشو، انا كتير بنبسط فيه، ما عن جد ما بتعرف شو بيصير. مره كان في حدا بشو واحد من اليمن، حدا من اليمن وصبيه من العراق، كان في حدا جاي من يبرود، وكان في حدا جاي من ما عاد اتذكر الاردن، كان في حدا عنا فاشن ديزاينر بالامارات. فانت تركيبه الغرفه كانت اسطوريه. في واحد تبع مدجنه، يعني في واحد صاحب مدجنه كان جاي، كل النكت كان فيها شيء عن البيض، عرفت يعني؟ ليك انت طلعت نكته في راسك، انا هي قايله، انا هي قايله على الستيج. اول شغله بتخطر ببالي بقولها، يعني ما بفكر مرتين فيها، وهي لازم صير اشتغل عليها اكثر، انه فكر قبل ما تحكي يعني. لا، هي اذا فكرت قبل ما تحكي ما راح تحكي، انا متاكد يعني. ما بعرف بس تو ماتش نكت عن البيضات، تو ماتش يعني. هاي انت خاص فيك تقطشها هي، بس تو ماتش، عرفت؟ نكت عن الدجاج والبيض. لا عن جد يعني. انت تخيل مثلا انت عم تقلي انه في عندك فاشن ديزاينر، وفي عندك بيض، وفي عندك يمني، وفي عندك عراقي، وفي عندك اردني، وفي عندك تومة جنسيات. طب شلون بدك تفهم اليمني نفس النكته اللي عم يفهمها السوري؟ معلم يعني اللهجه عن جد بعيده.
بس نحن لغتنا وشكرا للمسلسلات فيها وللدراما وشكرا لكل الاشخاص اللي دبلجوا، شكرا كلهم لان فهموا انه نحن اللهجه تبعنا الكل بيفهمها. عرفت يعني المصطلحات تصير تفرق، طشط، جاط، طنجره، عرفت هدول الشغلات الكلمه هي اللي بتفرق، بس انت بتفهمها للهجه. بتعرف على سيرة الدبلجه، انا بمصر كانوا عشت فتره بمصر كتير بحبها، فكانوا يسالوني مثلا يجوا يقولوا لي مهند وين ساكن؟ عرفت مهند؟ مهند ام الدنيا ام الدنيا. مهند وين ساكن اخي؟ يعني انه يا جماعه هي دبلجه، ما لاحظتوا انه حركه شفافه غير الكلام اللي عم يطلع؟ انه لا اخي مهند وين؟ بعدين والله المصاري كتير بيضحكوا، كتير بحبهم. ايه بعدين انه مثلا اعطينا شي واحد من المطربين المشهورين عندكم بسوريا، تقول له جورج وسوف، بلا ولا جربي، جورج وسوف مصري. لبناني، هنا كانوا فاكرينه لبناني فتره، بمصر معتبرينه مصري لانه مو بيغني باللهجه جورج المصريه. وسوف هو عباره عن حالة، شخص عابر للقارات، يعني عرفت، هو حاله فظيعه، حاله مرعبه يعني. انت بتذكر هاي ما بعرف اذا هن بيعرفوها، بس تتذكر كنت من الشله اللي كانوا يعشقوا جورج وسوف، تبع قالوا انه نحن بدنا نوشمه لجورج وسوف، بيشموا جورج وسوف الصبح. انا ما عم بمزح يعني، بعرف شادي من سنين كتير طويله، بتذكر لما ما كان عندهم دقن حتى، عرفت هو شوي ما عنده دقن لسه، بس انه بشكل عام انا هيك نفس نكتة الحلاق هي تبع شعر ولا دقن ولا لهلا وحط لي الخشبه ولا ما حط لي. شغله حلوه انه كل فتره الى اشخاصها، الى امورها، الى حركاتها، الى، فانت خلص اتركها لهديك المرحله ورجع افتح مرحله جديده. لا تحكيني بقصه مرحله انت تحسسني انه انا قاطع ال60 يعني، عرفت كيف؟ لساتنا شباب يعني، ما اي لا واضح شبوبيه عليك ما شاء الله. الشيب اكل شواربك واكل شافت كرشي وماشي الحال، اكل خوازيق جيلنا هذا التسعينات والثمانينات وهيك يعني بشكل حقيقي. يعني هلا نحن على اعتاب حرب عالميه ثالثه، عرفت يعني انت ما بتعرف باي لحظه ممكن يعني خلص ترجع الامور من الصفر. نحن الشعب الوحيد بيضل بيرجع بعيد من الصفر، بيقوم بيرجع بيقوم بيرجع عرفت. فكتير عنا هي الحاله يعني. ليك الشباب سأل اي واحد بيناتهم ورا، لويس انت كم مره جربت تعيد من الصفر؟ 3 مرات. كم مره؟ يعني انت هلا بعدك بالصفر، يعني انت قاعد قعدة الصفر يعني مبدئيا. وقديش انت صار لك عم تعيد من الصفر؟ 9 مرات مبلش من الصفر. انت لا بقى تبلش خلص، يعني في اشاره من الكون انه لا بقى تكفي، قطعت 9 مرات اخي خلص، اقتنع انك فشلت يعني خلص. انا الحقيقه بتمنى ارجع بلش من الصفر يعني انا بيلزمني شوف كثير شوف فيكم اوصل للصفر اخي بعدين نبلش. يعني انا حدا يرجعني للصفر قبلها بعدين نكمل. اخي ما عندنا صفر، ليش ما بدنا نكون واحد؟ عرفت ليش؟ حتى ما نطلع واحد، نطلع اثنين، نطلع خلاص يعني تعبنا. صفر ناقص واحد ناقص 3 صفر، بتقدم خطوه بترجع 7 خلاص. خلاص بقى حكومه تحركي حالك بقى. حاسس انه رح تتحرك بهالفتره ولا ناوي تسافر؟ والله كتير شغلات عم تصير بسرعه، والامل بخوف كتير، بخوف كتير بخوف الامل لشخص سوري. ما يعني في حدا ما بيخاف يا شباب يقول ها بلشت تزبط يلا طاق ارجع عيد من الاول؟ شو عم تحكي؟ كثير بيخوف الامل للسوريين يعني وحياة الله. هو مو الامل، لك للحقيقه هو الخوف مو من الامل. ابن الحرام بشار الاسد اخذ احلى جمله بالعالم انه الامل بالعمل. ابن الحرام اخذ الله لا يوفقه. عرفت ما عاد فيك تقولها وما يعني تسبه للزلمه، عرفت اخذ احلى جمله بالعالم. ليك انت بتخاف من المجهول، الراي ما له علاقه بالغاء الاخر، تحترمه، بس يعني بده يكون رايه جاهله بشكل حالي. يعني انه ما عجبه رايك مثلا، انت فايت عم تحكي يا اخي عن اخي انا بحب اللون الابيض، عن اللون الابيض. هلا حيجي لك واحد الابيض انا بيسبب لي كذا، ما مشكله اذا رايه هيك، ما أنا مشكله. بس هلا بالسوشيال ميديا صار الانسان بفوت مثلا، انت بتقول انا حابب هي الكاسه، عجبتني هي الكاسه، عليك وعلى هالكاسه. اصلا لو انتم بتفهموا، لو انت وينك يعني من 14 سنه وكانت الكاسه تماما، عرفت؟ فانت هي هذا السؤال، هذا الشخص اللي عملك انت ما فيك تتعامل انت وياه، اللي هو ما انه تاركك تحكي رايك حتى بيصادر لك يا تماما مصادره الراي. خلص انه انت لا ما ممنوع هذا الراي، انا المفروض اتحكم فيه، انا المفروض اعمله. تخيل قديش نحن ناقصنا لعب، والله تخيل قديش ناقصنا لعب. ايمت لعبت اخر مره؟ عن جد ما بمزح والله لعبت طاوله اخر مره من شيء 12 سنه تقريبا. 12 سنه. انت ايمت اخر مره هيك لعبت شيء؟ من زمان كثير. قديش يعني زمان؟
انت على عيون اللي كابسني اياهم، انت زمان عندك من 15 سنين اكثر حتى يعني. لويس ايمتى اخر مره لعبت؟ من 10 دقائق. من 10 دقائق لويس كان عم يلعب. هلا الشباب كان عم يلعب طابه. كان عم برضه يلعب دياب طابه، نحن فايتين وهن فاتين. هي لويس استثناء من الحاله. بلشت لعبت يعني هيك شيرة اللعب. ما بتلعب بدنبك انت؟ يعني عم تلعب على الحكي هلا. ايه يعني تقريبا يعني ما في نية زواج، خطبة، مرافقة محكي فيها يعني عم بركز هلا اكثر شيء على الشغل، يعني حتى مثل اغلب الشباب عم نركز على شغلنا، لانه اغلب مشاكل اللي بتشوف هلا المتزوجين واغلب بتشوف مشاكل هن بعلاقات مشاكلهم مصاري. طبعا المصاري هم كل شيء، بس بالعلاقه بيقول لك انه الحب بالنهايه بيوصل لمرحله وانت يمكن ادرى مني فيها، انه في شغلات ما بفكها غير المصاري. اكيد طبعا انت في استثناءات اكيد للقاعده، بس بشكل عام اغلب المشاكل اللي بتيجي هي مشاكل معيشيه. انت حرفيا الزواج او هو العلاقه انت عم تعيش مع حدا، فانت بده يكون عندك مقومات العيش لتعيش معه. هو اكيد المصاري هي مانا كل شيء، بتفق معه لهذا الشيء، بس هي جزء كتير كبير من هذا الكل، مانا كل شيء. هي مو جزء كتير كبير، هي جزء اساسي يعتبر المصاري بالحياه بشكل عام يعني. لانه انت اذا مانك قادر تامن اساسيات حياتك يلي هي من المصاري بدها تجيك، فشو الفائده؟ بدك تعمل مصاري، بدك تعرف كيف بدك تعمل مصاري. والله يعني انت بلشت تصير راس مالي من بعد ما سقط هداك النظام، وصرت فيك تحكي ويجيك كومبلي صار في عمله بحر. الله يتم عليكم جماعه معلم. بسوريا نحن تعرف انه نحن عم نعمل اوبن مايك مجاني لنا 3 سنين كل نهار جمعه الساعه 8 عندنا اوبن مايك الانترنس مجاني، انت بتيجي بتدفع كاس الشهر. ملكي انا كثير انبسطت والله وانا كمان، وبدي اشوفكم هلا. في عندك شو كان هلا بكره معكم؟ قلت لي ب10 الشهر عمار ده بقى بلشوا يجوا السوريين من برا اللي بيعملوا ستاند اب، حتى بلشوا يحكونا غير عالم يعني، عرب بدهم يجوا، لبنانيه، مصاروه، خليجيه، بتذكر مبلا اردنيه، في ناس بدها تيجي تعمل ستاند اب بسوريا. طيب نحن نحجز مشان نخبر العالم لحتى نحجز نحن كيف تبعت على ستيريا، لا تبعت لي انا مالي علاقه، في 5 اشخاص قد الشباب اللي ورا هن مسؤولين عن الحجوزات، تبعت لهم مرحبا انا بدي 5 اشخاص هن بيتفقوا معك الطريقه شو عليه يعني انا اذا بعت لك لك ما رح تحجز لي من الاخر. لا لا ما ابدا. طيب ملكي كثير انبسطنا، والله شكرا وانا كثير كمان لانك كنت معنا. بنشوفك المرات الجايه. سيو.